ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله في قناه شيماء جمال تي في. وبتاخر عليكم الايام دي والله مش عارفه ليه، تقريبا هو كسل. المهم النهارده هعمل لكم عرض ازياء بس في اخر الفيديو. ما تجروش الفيديو عشان تجيبوا اخر الفيديو وتسيبوا الطبخه الحلوه اللي احنا هنعملها النهارده. هعمل ايه النهارده؟ فضلة خيركم اللي في البوله ده صدور فراخ بانيه، يعني شرايح بانيه، واللي في الكبه دي طماطمايه وبصلايه وفلفلايه، ومن غير توابل هحط التوابل لوحدها. يعني صدور البانيه بعد ما اتغسلت كويس وسبتها تصفت حطيت عليها بصلايه طماطمايه وفلفلايه، دول مطحونين في الكبه زي ما انتم شفتوا كده. وبعدين هنحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وبابريكا، ولو عايزه تحطي ذره توم باودر عشان احنا كده كده حاطين البصل، فمش هحط بصل ولا توم. حط التوابل اللي تعجبك، يعني بصي حط التوابل اللي تعجبك. انا هحط ملح وفلفل وبابريكا وايه كمان، ملح. ده احنا لسه في مرحله الملح، باين عليا بحط بالذره. وده فلفل ودي اللي بعد كده بابريكا، وبس كده خلاص. هقلبهم كويس جدا وهسيبهم من ساعتين ل3 ساعات. لو عملتيهم من بالليل تبقي تشكري جدا وخير وبركه. اعمليهم مثلا من بالليل كده وسيبيهم في التلاجة. عملتهم وتبلتهم كويس وهسيبهم شويه. في خلال الشويه اللي انا هسيبهم فيها كنت غليت لبن عشان هنعمل مكرونه بالصوص الابيض. بقول لكم حتى لبن وبشاور لكم عليه كده على اساس ان انتوا يعني مش شايفينه، فبحط صباعي على اللبن كده واقول لكم ده لبن، يعني انتوا مش شايفينه معلش. ف وهنا الحله التانية كنت حاطه فيها مكرونه علشان تتسلق. الصدور البانيه اللي احنا عملناها وتبلناها، وبعد ساعتين تقريبا اخدت منها كام واحده، واخدت اللي هم يعني مقطوعين شويه متبهدلين شويه، نقيتهم علشان دول هنعمل بيهم، هنحطهم في المكرونه. يعني نفس البانيه اللي انا هعمله اخدت منه جزء هحطه لهم في المكرونه، عشان ما بيقولوا لي المكرونه ما فيهاش فراخ. وانا 100,000 مره قلت لهم لو حطينا المكرونه فراخ جوه المكرونه يبقى مش هعمل فراخ بره المكرونه، يا اما جوه يا اما بره. برضو مصرين ان هم عايزين الفراخ في المكرونه زي ما كانوا زي ما اتعودوا ياكلوها. فاخدت من جزء من الفراخ اللي انا كده كده البانيه اللي انا كده كده هعمله وهحطه لهم من جوه وهنضحك عليهم. الكميه مش كبيره زي ما انتم شايفين، انا اخدت 3 بانيهات تقريبا. كانت هنا المكرونه اتسلقت خلاص، هناخدها ونصفيها في الحوض. وبعدين هنعمل البشاميل بتاع المكرونه بالصوص الابيض، هنشوح الفراخ اللي هي صدور الفراخ اللي احنا قطعناها مكعبات اللي احنا هنحطها في المكرونه من جوه. دي الحله بتاعه البشاميل، ودي الطاسه بتاعه الفراخ. مكعب من السمنه هنا ومكعب من السمنه هنا، او الزبده او الزيت اللي انت هتستخدميه، المهم الماده الدهنيه اللي انت هتستخدميها. وهناك هنحط لا لسه هنجيب الحله هنا الاول. ثانيه واحده، مش هسبق الاحداث. خلينا في الفراخ. احنا طبعا كنا متبلينها بقالنا ساعتين، فمش هحط معاها بصل ولا اي حاجه تاني الا فلفل الالوان. فهنفضل نشوح فيها لحد ما تستوي، ولازم تستوي خالص مش نص سوا، لان المكرونه مش هنسويها خلاص، كل حاجه هنحطها بتبقى مستويه، فمش بنديلها فرصه تستوي تاني. البشاميل حطيت في نفس الحله اللي احنا سالقين فيها المكرونه عادي، ومن غير ما اغسلها برضو عادي. 3 مكعبات حلوين من السمنه، عليهم 3 معالق من الدقيق، بس انا بكتر الدقيق عن السمنه زي ما قلت لكم مليون الف مره قبل كده. وهنسيب الدقيق لحد ما يستوي. ونبي يا جماعه حد يفكرني لما انزل اجيب مضربين مثلا سلك، علشان الحلل بتاعتي بتبوظ من المضارب التانية، والمضارب السلك اللي عندي باظت. وكمان اجيب مسند اللي انا بحط عليه المعالق والكبش والحاجات دي فوق البوتاجاز، عشان من ساعه ما المسند بتاعي اللي انا بحط فيه اللبن اللي انتوا شفتوه من شويه ده حطيته على عين البوتاجاز وساح، وانا كل ما بنزل اجيب حاجات وانساه، انزل واجيب حاجات انساه، اطلب حاجات من على النت وحاجات منزليه وانساه. او بصراحه مش عارفه هو اسمه ايه، اسمه مسند للمعالق ولا ايه، مش عارفه.
اللي انا بحط فيه المعالق ده جزء منه شايط. دلوقتي عندي فلفل الوان وفلفل اخضر. الفلفل الالوان هنحطه مع الفراخ وهو متجمد، ما تسيبهوش يفك عشان هيبقى مهري قوي، عشان ده مخزناه معاكم اصلا في الفريزر. اما الفلفل الاخضر بقى هحطه اخضر زي ما هو في الاخر خالص، دي اخر مرحله. البشاميل اللي كنت خلاص عملته، وتقريبا الفراخ عملتها، هحط بس مكعب من المرق، وحطيت معلقتين من الكريمه اللباني. مش هزود اكتر من كده علشان ما تديش دسامه زياده، يعني ما تبقاش دسمه زياده. هنقلب كله كله كله. وكده عملنا المكرونه، وعملنا صدور الفراخ. يعتبر هي خلاص كده استوت. حطيت لها زودت لها الملح والفلفل، انت طبعا هتدوقي وتظبطي لو محتاجه يعني. هنجيب صينيه او طاسه او اي حاجه، هنشوي صدور البانيه فيها. حطيت معلقتين من السمنه، وهسيبها لحد ما تسخن 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 قوي، وبعد كده هنزل بصدور البانيه، وبعد كده ههدي شويه عشان الصدور تستوي من غير ما تفك. عماله بتكلم كاني حد بيجري ورايا، معلش. هسيب، بصوا المعالق بتتحرق مني ازاي عشان الحركه اللي انا عاملاها دي في الطاسه وفي الطاسه. بسيب المعلقه كده في الطاسه، مكان بتتحرق مني، عشان كده حاولوا ما تعملوش الحركه دي، عشان انا يعني بستهلك معالق خشب كتير جدا عشان الحركه دي. وده المسند اللي انا بقول لكم عليه، اللبن اللي هو فيه حته سايحه من كانت عين البوتاجاز ساعتها سخنه قوي، ونسيت وحطيت، فاخدت منها سيحتها شويه. بعد ما السمنه سخنت قوي، هنزل بصدور البانيه. على فكره بيبقى خفيف جدا جدا جدا، وطعمه حلو قوي قوي قوي. بس عيبه الوحيد ان هو ما يستناش، يعني طلعيه كليه، سيبيه ربع ساعه تلاقيه جلد ونشف. هو ده العيب الوحيد في لما تعملي صدور البانيه بالشكل ده، يعني ما تعمليهاش بالبقسماط. وعلى فكره والبانيه برضو لو عملتيه وقعد شويه مثلا بتلاقيه جلد برضو. ما فيش حاجه عايزه تقعد، في حاجات بتحب ان هي تقعد وتاكليها تاني يوم عادي، زي طواجن الباميه والحاجات اللي زي دي. وفي حاجات زي دي عايزه تعمليها تاخديها من على النار تشويها على طول. حبيبي يا سليان بسجل. إيه، لا لسه. فهنحط زي ما انتوا شفتوا كده، بيبقى لونها حلو قوي وطعمها كمان حلو قوي. انا من شويه بقول لكم نعلي العين قوي، وبعدين نحط صدور البانيه، وبعدين نوطي شويه علشان البانيه يستوي من غير ما يفك. هو تقريبا انا من شويه ما كنتش معاكم، هو يستوي من غير ما يتحرق مش يفك. انا غبت معلش، جالي شروط في الذهن. المكرونه كانت استوت، وكمان البشاميل ومكعبات الفراخ اللي احنا عملناها، وحطيناها فلفل الوان، وحطينا المكونات كلها في الحله وقلبنا. وده الفلفل الاخضر ده بيتحط اخر حاجه خالص عشان ياخد المكرونه كده، ووديها في مكان تاني خالص وانت بتاكلي. خدي بالك لو عندك اطفال، حطي الفلفل ما يكونش حراق. انا لازم الفلفل الحراق مع المكرونه دي لازم. حطيت فلفل مش حراق، وهقطع شرايح فلفل على صدور البانيه دي، يعني هاكلها اثناء الاكل يعني. البانيه خلاص يعتبر كده استوى، وهوريكم هو طري ازاي. طري جدا جدا جدا، بس زي ما قلت لكم بصوا يا دوب تحطي شكله بيتحدث عنه، بس عايز يتاكل على طول. عارفين الوجبه دي بتبقى عايزه السخانات اللي هي بتتحط على السفر، اللي هو يعمل لك الاكل، وتاخدي من الشوايه او من السخان وتاكلي على طول. خلصنا بقى اكلنا وارتحت منهم ومن نفسي بصراحه، عشان لما بكون جعانه ما بعرفش اشتغل. وكنت طالبه اوردر وحبيت اوريه لكم. الاوردر ده فيه يا جماعه فكره
حلوه جدا جدا جدا. انا بصراحه شفت بلوجرات كتير يعني عملوا الفكره دي وحبيت اطبقها، لقيتها ممتازه. اول حاجه هتجيبي عبايات زي اللي انت شايفينها دي، او كل واحده وذوقها يعني، تكون بكم وتكون واسعه. ليه بقى؟ لان انت لو لبستيها في البيت عبايه، لو خرجتي بيها فستان، هوريكم بقى تخرجوا بيها ازاي فستان. طبعا انا اديكم الفكره وانتوا تطبقوا براحتكم. دي العبايه بيور كده من غير لبس خالص. هوريكم بقى لما تيجي تلبسيها في البيت بتبقى عباية عادية، بس لازم العبايات اللي انت بتجيبيها تكون بكم، ما تجيبيهاش بنص عشان مش هتنفع معاكي ان انت تعمليها كده. عباية عادية تتلبس في البيت، واسعة ومرحرحة ومحترمة وجميلة وزي الفل. عايزين نخرج بقى بيها، نعمل لها ايه؟ هنحط لها ثواني كنت بنزل بس البتاع تحت. الفيديو ده عاملاه قبل ما اقول لكم على السجاده البايظه، عشان محدش يقول ما غيرتيش لي السجاده لحد دلوقتي. هي ان شاء الله اتغيرت، هنزل لكم الفيديو المره الجايه. انا جبت حزام لونه اسود. انت طبعا عشان يمشي مع كله. بصوا من ورا محترمه ازاي ومن قدام محترمه ازاي. جبت شنطه اسود في ابيض، وجبت شنطه ابيض، وجبت الحزام اسود علشان يمشي معايا مع كل العبايات. بس طبعا لو انا هخرج هبقى انسق بقى الشنط براحتي والحزامات براحتي. فحبيت اوريكم الفكره دي. اول عبايه بصوا، ما تحسيش ان هي يعني لو مصيف هتروحي بيها بمنتهى الاريحيه، ومش هتحسي بقى ان انتي لابسه عبايه بيت. بصوا بقى العبايه دي هتبقى شكلها ازاي. وبذمتكم لو انتوا شفتوني لابساها بالشكل ده في الشارع هتعرفوا ان هي عبايه بيتي ولا لا. دي بقى العبايه اهي. لو انتوا شفتوني وانا ماشيه في الشارع بالشكل ده، سواء مصيف او غير مصيف، يعني العبايه دي تمشي اكتر طبعا في المصيف. بس تحسوا ان العبايه ده دريس. انا مقتنعه ان هي دريس، لكن لو شلت الحزام وشلت الشنطه وشلت النضاره هتبقي مقتنعه مليون في الميه ان هي عبايه بيتي. فالفكره نفسها عجبتني، ان انت تجيبي القطعه وممكن يعني تعملي منها. وبصوا من ورا في البيت ماشي، بره ماشي، مفيش اي حاجه باينه، مش بتشف ولا تصف ولا اي حاجه. العبايات انا بصراحه كنت مستريحه نفسيا وانا بقيس. دي العبايه الاولى والتانية ودي التالتة. انا بوريكم الواحده وبعدين بوريها لكم انا ممكن اخرج بيها ازاي. بس طبعا لما اجي اخرج مش هجيب شنطه واحده ونضاره واحده. انا بس جبت عشان التصوير وعشان يمشوا مع كله، بدل ما كل شويه هروح اغير واعمل. انا جبتهم وحطيتهم على الكنبه والبسهم مع كله. بصوا دي والله العظيم يا جماعه درسات. لو طبعا المتابعين خلاص شافوني، ولو شافوني في الشارع هيبقوا عارفين ان العبايات دي عبايات بيتي. لكن لو انتي ما عندكيش متابعين ولبست دريس زي ده ونسقتي له شنطه ونسقتي له حاجاته وخرجتي بيه، حد يعرف ان دي عبايات بيتي؟ ما حدش يقول لحد هيعرف، عشان ما حدش هيعرف. انا بس وريتكم الفكره. دي اخر عبايه. العبايه لما بتجيبيها من بره، يعني لو جبتي عبايه واحده بتبقى من 250 تقريبا، ده سعر كل العبايات من 250 ل 350. العبايات دي سعرها 250. لو جبتي، انا جايبه 4 مع بعض، فالعبايه كانت ب 200 جنيه بس. ودي اخر واحده. خلاص بقى فهمتوا الفكره اللي انا عايزه اوصلها لكم. بس لازم تكون العبايه بكم، وتختاروا الستايلات اللي هي ماشيه على خروج شويه. كده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.